خلّيني أكلّمك أنت اللي أول ما يزهق إيده تروح على الموبايل من غير ما يحس. لو كمّلت الفيديو ده للآخر مش بس هتفهم ليه ما بقيتش تستحمل الملل، لأ هتعرف إزاي ترجّع هدوءك من تاني، من غير ما تحارب نَفْسك ولا تحرمها من حاجة. خلّيك معايا لإن الموضوع أبسط وأذكى مما أنت متخيّل، لإن اللي بيحصل لك ده مش عشوائي، أنت مش أول واحد يحس كده ومش الوحيد اللي ما بقاش مستحمل يقعد ساكت. الملل زمان كان مساحة، النهارده بقى حاجة تخوّف بجد. ليه؟ لإن دماغك اتعوّد كل شوية ياخد حاجة تشدّه، صوت، صورة، حركة، إشعار، فلمّا كل ده يختفي فجأة الدماغ يفتكر إن في مشكلة، فيقول لك اعمل أي حاجة بس ما تسيبنيش ساكت. وهنا إيدك تروح على الموبايل مش لإنك محتاجه، لكن علشان تهرب من لحظة الهدوء اللي بتيجي. دماغك نسي يتعامل معاها، وده مش ضعف منك ولا كسل ولا قلة إرادة، ده تدريب اتعمل من غير ما تاخد بالك. أغلب الناس أول ما تحس بالملل تفتكر إن الحل إنها تملاه بموبايل، تملاه بفيديو، تملاه بأي حاجة، المهم إن هي تملاه. بس الحقيقة إن الملل مش محتاج يتملي، الملل محتاج يتسمع، لأن في اللحظات دي دماغك بيحاول يرتب نفسه، وأنت كل مرة تقطع بتأجل الراحة مش بتاخدها. خليني أقول لك حاجة مهمة أوي، لو عمرك ما استحملت الملل عمرك ما هتعرف تستمتع بالهدوء. الحل مش إنك تقطع الموبايل ولا إنك تحارب نفسك ولا إنك تبقى قاسي على نفسك، الحل أبسط من كده بكتير. المرة الجاية الملل بيجي ما تهربش، استحمل دقيقة، بس دقيقة واحدة خليك قاعد من غير ما تعمل حاجة، من غير موبايل، من غير ما تشتت نفسك. هتحس بتوتر بسيط وده طبيعي جدا، بس لو كملت التوتر ده هيبدأ يهدى، وساعتها هتكتشف حاجة غريبة، إن الملل مش عدوك، بوابة للهدوء وللفهم وللرجوع لنفسك. لو حسيت إن الكلام ده هيفيدك اعمل لايك علشان يوصل لغيرك، ولو حابب محتوى يخليك تفهم نفسك من غير ضغط ومن غير جلد الذات اشترك في القناة واكتب لي في الكومنت الملل مش عدوي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم.